السلام عليكم ورحمه الله البنات، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والاهل والاحباب ان شاء الله، وامه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الاكله اللي هي الترده بالخبز البايت. بسم الله. ندوزو للمقادير. عندي 2 ديال البصلات كبار قطعتهم بهذا الشكل، وعندي 4 الفصوص ديال الثومه، وعندي 3 الحبات ديال المطيشه او الطماطم مقطعين رقاق، وعندي كاس ديال العنبه ديال الفول منقي ومغسول مزيان، كذلك كاس ديال العنبه عامر مزيان ديال العدس، وعندي كاس صغير ديال العنبه خليط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه، وعندي هنايا الربيع، وعندي الفلفله، وعندي هنايا معلقه ديال الحلبه. اللي ما بغاش الحلبه حبيبات يدير معلقه صغيره ديال الحلبه مطحونه. وهنايا عندي في العطريه الابزار او الفلفل الاسود ابيض، وعندي معلقه كبيره ديال التحميره والملحه والخرقوم او الكركم وسكينجبير. بسم الله. ندوزو للطريقه ان شاء الله سهله. كنديروا البصله، كنديروا العطريه، وكندير الزيت، انا غندير معلقه صغيره ما عمرش ديال الحلبه مطحونه، ما كتجيش باينه البنات. نخليوها تقلى مزيان ونحركوها، نخليها دابا تشحر مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. رجعت معكم البنات بعد ما تقلات مزيان. كندير دابا العدس، وكنزيد الفول، وكنزيد الربيع، ودابا غنمرقها البنات. رجعت معكم البنات بعد ما وجدات المرقه ديال الترده. كتجي بهذا الشكل خاتره. هذا الخبزه البنات قطعناه رقيق، ودابا غنسقيوها. بسم الله.